صباح الفل عليكم يا لعيبه، في فيديو جديد، فيديو اسطوري كالعاده. النهارده معانا سهره الحصول على الحارس كاسياس من الفتحه المجانيه. بس خليني كده في بدايه الفيديو عايز اقول لك نقطه مهمه جدا. انا دلوقتي هكون سايب لك رابط تحميل التطبيق اللي بيزود معانا نسبه الحظ اثناء تفتيح الباكجات تحت في الكومنت المثبت. لازم تكون محمل التطبيق ده، وبعد ما انت تحمل التطبيق ده لازم تكون مشغله على السيرفر الفرنسي او السيرفر الياباني، لان ده بيزود معانا نسبه الحظ اثناء تفتيح الباكجات. ويا ريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك الجميل بتاعك. تمام. اول حاجه كده هنيجي هنا عند اللاعب كاسياس، وبعد كده هنقلب هنا في الطاقات بتاعته بالشكل ده، ونضغط هنا على التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. وزي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقة، وهنا اكون ضاغط على الكارت قبل ما نطلع من الباكج او الطاقات بتاعه اللاعب دوت. لازم اكون ضاغط هنا على الكارت طبعا بتاع اللاعب او الحارس كاسياس. تمام. هنا برضو هنقلب تاني في الطاقات بتاعته بالشكل دوت. زي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقة واكون ضاغط هنا على الكارت. زي ما انا اتفقت معاك لازم تكون مشغل التطبيق اللي بيزود معانا نسبة الحظ على السيرفر الفرنسي او السيرفر الياباني قبل ما انت تعمل الثغرة دي، لان هيفرق معاك جدا جدا. وركز معانا في الثغرة في كل التركايه بقولها لك. يعني هنا لازم تكون ضاغط على الكارت، لو انت ما ضغطتش على الكارت انت كده بتبوظ الثغرة على نفسك. تمام. لازم تكون مركز في كل نقطة من الحاجات ديت وانا بقولها لك. تمام. هنضغط هنا عند الحارس كاسياس. تمام. بنقلب هنا في الطاقات بتاعته 3 مرات، يعني ديت كده تالت مرة ضغطنا فيها على الحارس كاسياس. تمام. واضغط هنا برضو على الكارت بتاعه بالشكل دوت. تمام. نيجي هنا عند اللاعب ترام، وبرضو ان شاء الله هنزل لكم عليه ثغرة لاي حد محتاج. طبعا اللاعب ترام نازل طبعا النسخة ديت كويسة جدا جدا جدا. وبعد كده طبعا هنا بنيجي وبنضغط على الكارت بتاعه بالشكل دوت. هنيجي هنا بقى تحت عند اخر واحد هايلايت معانا في الباكج. تمام. وبعد كده هنقلب هنا في الطاقات بتاعته بالشكل ده اهوت. بعد ما احنا قلبنا لازم ارجع بنفس الطريقه بالشكل دوت، واكون هنا برضو ضاغط على الكارت بتاع اللاعب. نقطه الضغط دي نقطه مهمه جدا. تمام. هنيجي هنا عند اللاعب كيليان امبابي برضو. تمام. اللاعب جنبه على طول بتخش وتقلب في الطاقات بتاعته لمدة مرة واحدة فقط بالشكل ده، واكون هنا ضاغط على الكارت بتاع اللاعب امبابي. تمام. هننزل هنا بقى تحت شوية بالشكل ده، وهنيجي هنا عند اللاعب كارفاخال. تمام. وهنقلب في الطاقات بتاعته بالشكل دوت اهو. تمام. نرجع كده، واهم حاجة اضغط هنا على الكارت بتاع اللاعب كارفاخال. تمام. وبعد كده اطلع تاني وادوس كلمة تدوير بالشكل ده، وبعد كده ادوس عليها مرة كمان اطلع بره الباكج خالص، وبعد كده مشاهدة الكل. تمام. بالشكل دوت. هنيجي هنا بقى عند اللاعب ترام، هضغط على الكارت بتاعه فقط لمدة مرتين بالشكل ده. بص انا ضغطت على الكارت، انا مش بقلب في الطاقات، ركز في النقطة دي. هنيجي هنا عند الحارس كاسياس اول مرة، وبعد كده ادي ديت تاني مرة. تمام. بالشكل ده. وبعد كده ادي ديت تالت مرة. وبس كده يا لعيبة، اتمنى ان انتوا استفدتوا من الفيديو ده. لايك شير اشتراك في القناة بتاعتنا. كان معاكم قناة يوسف فوزي، وبس كده، سلام.